فطيرة عائلية بدون لحوم بواحد لاباط خفيفة طرية وبنينة. مام لافارس تاع الداخل تجي تقتل بالبنة. وهاد الكمية اللي حنمدها لكم حدي لكم زوج خبزات كيما هادي اللي راكم تشوفوا فيها. ديروا حفظ للفيديو ونروحوا نبداو نخدموهم كيف. اول حاجه نبداو نوجدوا لاباط تاعنا اللي فيها كاس ماء دافي، ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه كبيره سكر، وملعقه كبيره حليب بودره. نخلطهم كامل مع بعض. من بعد نروح ندير عليهم 4 كاس زيت ونكمل نخلط. ومن بعد نبدا نطم العجينه تاعي بالفرينه مع الملح. نديرو ملعقه صغيره تاع الملح، ولاباط تاعنا لازم تكون طريه. هنايا نروح نجيب مارغرين ديما اللي حتمد لي خفه وطراوه اللاباط، ندي منها ملعقه كبيره، ندلكها ملح في لاباط حتى تتشربها لي. من بعد نغطيها ونخليها تخمر. نحو لافارس تاعنا اللي فيها حبه بصل كبيره مرحيه، حبه طماطم كبيره مرحيه تانيك. نديرو تانيك ملح، فلفل كحل، شويه مارغرين ديما وشويه زيت، نحطهم على نار قليله ونخليهم يطيبوا. من بعد نروح نديغازي لاباط تاعي بعد ما خمرت لي، نقسمها على 4 كرات. ومن بعد نروح نجيب سنيوه نديرلها بابي كويسون، نفتح الكريه الاولى. هنايا لافارس تاعي بعد ما طابت زدت لها شويه زيتون، نحطها فوق العجينه، ندير لها لاصوص فرomاجير، شويه فرomاج غابي. وبعد نغلقها بالكريه الثانيه، ندهنها بصفار البيض، نطراسيها غير بالموس، وندير لها الزيتون ولا نديكوريها كيما حبيت، وندخلها طيب على 200 درجه. وبصحتكم.